من أسباب النجاح الكتمان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنجحوا حوائجكم بالكتمان. فالكتمان ليس المقصود ترى فيه الحسد، يعني ترى الكتمان فيه فوائد. من فوائده إن سبحان الله الكلام إذا تكلمت به يتبخر الفعل. ولهذا إذا أردت أن تنجح فاكتم أمرك. عامل نجاحك مثل الشمعة. شفت الشمعة لو جاء هواء غطها بيديك. جميل. ولا تحاول أحد يرى، خاصة في بداية الطريق. أي هواء ترى يوقف الشمعة ويخمد الشمعة، ولا ترى لهذه الشمعة وميض. فحاول أنك تحافظ عليها وتغطيها بيديك. اكتم أمرك. الأمر الثاني يا أخي، إذا على أسوأ احتمال فشلت، يا أخي لا يتشمت بك الأعداء. ترى هذا بعد مبدأ مهم جدا. صحيح. أنك إذا فشلت يكون الفشل بينك وبين نفسك، ثم تقوم لوحدك. والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذك من شماتة الأعداء. فبالتالي يحرص الإنسان أنه يكتم أمره. أنت إذا أردت أن تنطلق فاصمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا.